السلام عليكم. رئيس السنغال يتحدى المغرب ولقجع ويشكل حلفا خطيرا مع الجزائر بعد انسحاب الجزائر من تنظيم إفريقيا، ويهدد الكاف. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للمنتخب الجزائري اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. لم تهدأ الأحداث في إفريقيا بعد اختيار الكاف المغرب تنظيم إفريقيا لعام 2025 بعد انسحاب الجزائر والسنغال ونيجيريا. فقد دخل على الخط رئيس السنغال ماكي سال، وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة السنغالية منذ قليل وقال: لقد أعطيت تعليمات لرئيس الاتحاد السنغالي للانسحاب فورا من تنظيم بطولة إفريقيا بعد أن علمت أن هناك فساد وأيادي خفية خلف الكواليس، وخاصة من المغربي فوزي لقجع الذي يتحكم كليا في الكاف. ولقد نسقنا مع الجزائر ونيجيريا وزامبيا وبنين بأننا جميعا سننسحب من تنظيم بطولات إفريقيا القادمة، ولا نية لنا لتنظيم أي بطولة إفريقية، فالكاف حاليا في ورطة بسبب انسحابنا، فلا أحد يريد تنظيم الشان، والكاف أجل كل مباريات التصفيات. وأنا أعلم جيدا أن الكاف في مأزق كبير وسوف يلجأ إلينا في المستقبل، ولكن نحن سنتجاهله تماما مثلما تجاهلنا، وسوف نقاطع كأس الأمم الإفريقية القادمة بالمغرب حتما حتى يتم تطهير الكاف من الفساد. فهناك دول كثيرة انضمت إلينا مثل مصر وتونس ونيجيريا والكاميرون وغانا والكوتيفوار ومالي. كل هذه الدول ستقاطع إفريقيا وتنظيم بطولة الكاف، وهذا انتصار لنا جميعا أن نقضي على هذا الفساد المتفشي في الكاف بقيادة متسبي ولقجع. وفي النهاية عزيزي المشاهد، هل أنت مع أو ضد مقاطعة إفريقيا بالمغرب؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.